إبراهيم ديباتي المهاجم المرشح بقوة للانتقال للأهلي في يناير، مين هو وأرقامه وإحصائياته؟ في الفيديو ده هتعرف كل حاجة عنه. إبراهيم ديباتي صاحب ال25 عام، مهاجم إيفواري متألق في الدوري السويدي، ولعب لحد دلوقتي 27 مباراة مسجل فيهم 17 هدف، وكمان صانع 5 أهداف، وأرقامه مذهلة هناك. إيه مهاراته وإمكانياته؟ تعالى بسرعة أقولها لك قبل ما نحلل أهدافه. إبراهيم ديباتي مهاجم دبابة بشرية حرفيا، راجل لحد دلوقتي في الدوري السويدي مكسر الدنيا ومسجل أرقام وعامل أرقام أحسن من اللي وسام عملها في الدوري السويدي قبل ما يجي الأهلي. لعيب إيفواري قوي جدا، سريع جدا، هيدرز مميز، بيلعب بيمينه بيلعب بشماله، بيلعب ورا المدافعين بشكل حلو جدا جدا جدا. تعال نحلل كده كام هدف لإبراهيم مع بعض ونعرف هل الكلام ده بجد ولا هبد. يلا بينا. اول هدف معانا لابراهيم، عايزك تتفرج على تحركه جوه ال18 وسيبك من التحرك خالص. ازاي استقبل العرضيه على طول بيمينه بحركه بهلوانيه ولا اروع في البعيده، لدرجه ان حارس المرمى اصلا ما توقعش ان الكوره هتروح في المكان ده بالطريقه دي بالحلاوه دي. فينش مرعب من مهاجم، لو جه هيفرق كتير جدا. وده تاني هدف معانا، وشوف ازاي هروبه من المدافع واستلامته للكوره العرضيه على صدره بمنتهى الهدوء وكنتروله على الكوره، والفينش بيمينه على طول شومه في المرمى، بيودي ما بيفكرش مرتين. وده الهدف الثالث معانا، وعايزك تتفرج على التحرك الذكي ما بين الاتنين مدافعين، وبعد التحرك الفينش اللي من مره واحده ومن لمسه واحده بشماله بقى مش بيمينه، على طول في الزاويه البعيده والصعبه على حارس المرمى، حته كده زي بتاعت وسام ابو علي في ماتش بورتو، بشماله برضه بيخطف الكوره كده خط راجل مواليد منطقه الجزاء. ده الهدف الرابع معانا، وزي ما انت شايف كده بيسبق الاتنين مدافعين وبيخطفهم كالعاده، وبيروح بشماله ويرقص حارس المرمى ويحط الجول في الشباك الخاليه خالص من حارسها بعد ترقيصه بشماله وحطه بيمينه. الجون الخامس والضغط المتقدم الناجح جدا، ازاي قدر يضغط على المدافع ويستخلص الكوره زي كوره كده ماتش العين بتاعت وسام ابو علي برضو اللي هتسمعوا اسمه كتير في الفيديو ده، ويروح يفنش بمنتهى منتهى منتهى المهاره، رغم انه كان يقدر يباصي الكوره للعيب اللي جنبه ده ويضمن الجون، ولكن هو مهاجم طماع واثق في امكانياته زي ما انت شايف كده، ويحط فينش في البعيده زي ما الكتاب بيقول. الهدف السادس عايزك تستمتع معايا بتحركه ورا مدافعين، وده العامل المشترك اللي هتلاقيه في كل الاهداف. وطبعا مش تحرك بس، تحرك وسرعه وكمان فينش مرعب بعد ما حط الكوره بوش رجله زي ما كتاب المهاجمين بيقول في البعيده، ولا اروع ولا اجمل. الهدف السابع بقى عايزك تتفرج على سرعه رد الفعل بعد ما الكوره راحت كده بالشكل الغريب ده من مدافع، الراجل واقف على البعيده مستنيها عشان ينقرها بس بدماغه بمنتهى التميز في المرمى، ودي ميزه المهاجم الكبير. والهدف الثامن وبرضه واقف مركز، واقف مستني الكوره، مستني اي حاجه عشان يلدغ لدغته، زي ما انت شايف كوره رايحه بالغلط برضه بالمدافع، يحط على طول بطن رجله في البعيده ويسجل هدف جميل جدا. وجمال الهدف هنا في التوقع وسرعه رد الفعل. الراجل هيدرز يعني مش كلام. شوف ازاي طالع لوحده خالص في منطقه الجزاء، وزي الصقر حاطط الكوره بدماغه زي ما الكتاب بيقول. وده الجول العاشر والاخير معانا، وزي ما وريتك الجول زي ده بشماله، تعالى اوريك واحد بيمينه، وهو الهدف ده برضه من لمسه واحده من خطفه واحده ياخد السروع على طول في الجول، رجله حافظه الجون وعارفه مقاساته وعارفه ابعاده وعارفه كل حاجه عنه. صفقه ابراهيم ديباتي تقريبا خلاص خلصانه للنادي الاهلي تماما، ونقدر نقول مبروك. واقف على حاجه واحده بس، وهي راي المدير الفني. هل الراجل فعلا مقتنع بيه وعايزه؟ فخلاص يلا بينا. مش مقتنع بيه ومش عايزه فخلاص بلاش منه. ولكن انا بقولها لك هيقتنع لانه ككواليتي اعلى بكتير جدا من الناس اللي موجوده في النادي الاهلي. ومهاجم لو جه وهو عنده 25 سنه دلوقتي هيفيدك 5 سنين على الاقل، لو ما قعدش سنتين ومشي واحترف تاني. فهو لعيب مميز جدا جدا، واتمناه في الاهلي قريب جدا. قول لي رأيك في الكومنتات، ايه رأيك فيه؟ وهل هيفيد الاهلي ولا لا؟ وهيقدر يعوض غياب وسام ابو علي الفارق بقوة مع النادي الاهلي في الفترات اللي جاية ولا لا؟ متنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، وبس كده، سلام.